السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب خاله، وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الجمعة، يا رب تكون جمعة مباركة عليكم وعليا إن شاء الله. نستعد كده أنا وانتم وربنا يوعدنا بليلة القدر. أحداث كتيرة وكلام كتير حصل الفترة اللي فاتت من امبارح. قرعة المرحلة النهائية للدوري تم يعني عملوها بالذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي اختار مباريات مولعة، كلها مولعة. والزمالك وانبي ولعوا الدوري. ماتش الزمالك وانبي خلص من هنا، الدوري ولع يا جماعه، الدوري ولع وبقت مراحل نهائيه. هنشوف بقى ايه، مباراه عالميه كده من بتاعه ريال مدريد وبرشلونه واتلتيكو مدريد، وهنخش بقى ايه، دوري عالمي. طبعا عملت القرعه ان شاء الله. الاهلي هيلعب اول ماتش مع سيراميكا، والزمالك مع المصري، وهيريح بيراميدز اول جوله. فكده هنشوف بقى اهلي وسيراميكا ايه، كلاكيت تالت مره السنه دي، السوبر ولقائهم في الدوري اول مره. وادي المباراه الثالثه دي بقى هتبقى مباراه ناريه بين علي ماهر ويا عالم يا يستروب يا مدير فني مصري لعماد النحاس. اللي انا بقول هو هيبقى بقوه، لان طبعا الكابتن حسام البدري الناس اتكلموا معاه، فطبعا هو مرتبط مع اهلي طرابلس وماشي معاهم كويس. فممكن يعني هو يعني طبعا ما رفضش، هو رحب، بس المشكله ان هو مرتبط معاهم بعقد، فمش هينفع يسيبهم في وسط الموسم. فطبعا اللي متفرغ دلوقتي وقاعد ومالوش نادي ومش مرتبط بنادي هو الكابتن عماد النحاس. فانا مش عارف، انا حاسس اني لا قدر الله لا قدر الله لو يستروب ما وفقناش احنا في ماتش الترجي الذهاب والعوده هنا وطلعنا من افريقيا، اكيد وانا عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي مش هيستنى يضيع مننا الدوري، مش هيستنى يضيع مننا الدوري. نبدا يا باشا 6 مطوشه، مدير فني مصري عماد النحاس يرجع تاني بالتفاؤل بتاعه، بحماسه، بطريقه لعبه، يرجع لنا الدوري بقى، يرجع لنا الدوري زي السنه اللي فاتت، زي ما عمل مع جدو كولر. عماد النحاس جه لحقنا ونتشنا على طول وخدنا الدوري. قلبنا 7 ماتشات 8 ماتشات كسبنا، ما خسرناش، وخدنا الدوري وقلنا مبروك يا اهلي الدوري. فمحتاجين المره دي نفكر كويس. احنا ان شاء الله مش بنقول الاهلي عايزينه يقع عشان يغير المدير الفني، لا، احنا بنقول المدير الفني الاهلي يسترب لو مشي كويس وكسب الترجي وعدينا من الترجي ورحنا لمرحله الست ماتشات هيكمل. طب افرض لا قدر الله طلعنا من الترجي، ان شاء الله ربنا ما يبعد عننا الخروج المبكر من البطوله الافريقيه، لا، يبقى ان شاء الله اتكل على الله يسترب بقى بشرطك الجزائي ببابا غنوجك بسلطاتك، وهات لنا بقى المدير الفني المصري، ومفيش الا هو عماد النحاس. لان استحاله علي ماهر يسيب سيراميكا كليوباترا، واستحاله الكابتن حسام البدري يسيب اهلي طرابلس. وهو كان في كلام الفتره اللي فاتت من اليومين اللي فاتوا دول ان هو في مفاوضات مع وليد الإكرامي اللي هو بتاع مدير فني المنتخب المغربي. بس انا يعني اشك في الكلام ده. احنا عايزين حد يكون فاهم النادي الاهلي، فاهم السيستم بتاعه، هيجي يلحقنا في الست ماتشات دول ونخلص بقى وناخد الدوري ونقول مبروك الدوري للنادي الاهلي. مع ان المنافسه مش منافسه شرسه، المنافسه مش سهله. الزمالك عمره ما هيضيع الدوري، الزمالك كان بيقاتل، يعني مفيش فاضل ثواني وعبد الله سعيد زي ما شفناه اللحظات الاخيره ضربه جزاء وقاتل على الكوره وجا. الزمالك فيه روح غريبه، قلنا قبل كده الزمالك عنده لعيبه بتلعب، لعيبه رجاله، لعيبه عندها روح قتاليه عاليه، بتنافس على كل بطوله ومش عايزه تتوج الزمالك السنه دي باي بطوله. احنا بقى عايزين نشوف بقى الاهلي، مش شايفين بقى الروح وشايفين الاداء اللي فيه رعونه وفي مش عارف ايه، وده عمل ايه وده هناخد كام وفئه اولى وفئه ثانيه. لا، عايزين بقى كله على قلب رجل واحد، ننزل من اول دقيقه في اي ماتش نحقق المطلوب مننا ونلتزم بقى ونعدي بقى المرحله الصعبه دي. مش كل سنه احنا هنقعد بقى ايه، بقى لنا سنتين كده اهو ماشيين مع الاهلي، كل شويه تعثرات، كل شويه اصل مدير فني، لا اصل مش لا يناسب النادي الاهلي، اصل المدير الفني جاي ضعيف، اصل شخصيته ضعيفه، اصل مش لسه هيفهم الفريق، لسه في لعيبه مش عارف ايه. لا مش عايزين بقى الكلام ده، نخلص بقى من الكلام ده عشان احنا داخلين على بطولات تانية. فان شاء الله الاهلي يوم الاحد هيقابل الترجي التونسي، ماتش نفسنا نشوف 11 لاعب بقى مقاتلين. يا سلام لو بنطلع بنتيجه ايجابيه هناك ونكسب او نتعادل، نكسب يعني ننزل الاول حاطين في دماغنا ان احنا نكسب، لان لو حطينا احنا في دماغنا ان احنا نتعادل هنخسر. لا، ننزل نلعب، الترجي هيبقى نازل فاتح خطوطه، لا نلعب على الهجمات المرتده بقى، سرعات تريزيجيه مع سرعات مروان عثمان. اللي انا شايف ان المفروض ان نبدا الماتش ده بمحمد شريف. يا ريت نبدا الماتش ده بمحمد شريف. اولا راجل عنده خبرات، راجل نديله بقى الثقه ونرجع له الثقه تاني. فرود مهاجم كويس، مهاجم خطاف سريع مهاري، فنبدا الماتش ده بمحمد شريف. يمكن هو ده يكون عودته تاني للنادي الاهلي وناخد الثقه فيه بقى وياخد الثقه. نبدا بمحمد شريف، نبدا بتريزيجيه ناحيه الشمال، نبدا بقى بزيزو ناحيه اليمين، بلاش بقى بن شرقي ناحيه اليمين، لان احنا كده بنضيع 50% من ادائه، 50% رايحين من بن شرقي ما بننزله ناحيه اليمين.
لا تحط تريزيجيه لا تحط بن شرقي في الشمال، اركن لي خالص بقى ناحيه اليمين بن شرقي خالص دي. وطبعا يوسف بالعمري ومحمد هاني، ونلعب بمروان عطيه ان شاء الله. نفسنا ان هو يرجع بقى في حالته كده ويظبط دنيته مع اليو ديانج كده، وبرده يرجع لمستواه، لان بقى له ماتشين ثلاثه كده اليو ديانج تمريرات خاطئه مع عدم تركيز. يا عم عرض فالنسا مش يا عم ما يمشي العرض الاسباني بتاع فالنسا، خليك في الاهلي يا عم ديانج، انت من 2019 وانت منورنا، فكك بقى من اللي في دماغك دوت، مش هتندم في الاهلي واديك بتلعب اهو اساسي. يلا يا عم اليو ماشي. عندنا مين تاني؟ امام عاشور يفوق بقى. امام بقى احنا عايزينك بقى يا امام، الجمهور دعمك وصالحه الجمهور والجمهور واقف وراك، فوق بقى نفوق عشان نفرح الجمهور اللي زعلان ده منكم، ونشيل بقى الصوره السيئه ان اللعيبه بتدور على فلوس وبتدور على عقودها وبتدور على الكلام ده. فاحنا ان شاء الله داخلين على مرحله صعبه. اولا هنبدا بماتشين الترجي الذهاب والعوده، هنخش بعد كده يوم 3/4 هيبدا المباريات التحديديه للبطل، الست ماتشات اللي هنلعبهم هنبدا مع سيراميكا كليوباترا ان شاء الله. ان شاء الله لو الاهلي خد ماتشين الترجي بمستوى عالي وشفنا الروح وشفنا الاداء اتغير، وهنشوف التعديلات اللي المدير الفني بيقول لك انا هعمل تعديلات، واللي عندي مؤثر هركنه ومش مؤثر ومش مؤثر، هنشوف يا عم يستر يا مسهل الحال يا رب، يا مسهل الحال يا رب، ونشوف فرصه كده ونشوف ايه تغير فعلي في الملعب. لكن هنرجع للاداء الهزيل تاني، نضيع والمدافعين نايمين وحراسه المرمى عمالين نبدل شويه شوبير وشويه شناوي، لا ثبت حارس مرمى، ثبت حارس مرمى اساسي يلعب، كلنا هنبقى وراه. وانا افضل الكابتن محمد الشناوي تاني، انا بقول من رايي ويمكن يكون في ناس كتير بتختلف معايا، لا محمد الشناوي حارس اساسي، راجل قائد في الملعب، راجل عنده الخبره. كابتن مصطفى شوبير ماشي، مصطفى شوبير حلو وكويس، ما بنقولش لا، ما بنقولش وحش، احنا بنقول الاثنين حلوين، بس انا اقول المرحله دي ياخد الشناوي، والمستقبل ليك يا كابتن مصطفى، اللي جاي كتير، اللي جاي كتير لسه. نخلص بقى وننهي القصه بتاعت ماتش وماتش دي، عشان دي مش عجباني، ولا في تفاهم واضح قوي ان في لخبطه ما بين حارس المرمى والدفاع، لان كل شويه ماتش احنا كل شويه نغير حارس. لا يا عم حط بقى حد استقرار كده ونجرب ونظبط الدنيا ونشوف. قلنا قبل كده الكيمياء مش ماشيه مع هادي رياض وياسر ابراهيم، نغير يا عم الحاج، حط هادي رياض مع احمد بيكهام، حط هادي رياض مع عمرو الجزار، لازم نغير، مش كله حاجز مكانه اساسي، هي مش وظيفه كل واحد كل يوم على المكتب بتاعه، لا نغير ونشوف الكيمياء هتمشي مع مين. الزمالك هيبقى عنده مطشه، يعني الاهلي والزمالك هيبقى عندهم مطشه في الجوله في المرحله النهائيه من الدوري، يعني الزمالك يبدا مع المصري ماتش هيبقى ناري مع المصري. المصري برضو عايز يبقى من اول 3 او من الاربعه الكبار عشان يحافظ على مكانه في الكونفدراليه. فالمرحله النهائيه من الدوري هتبقى صعبه قوي يا جماعه، وهتبقى مطوشه جميله ومطوشه حلوه. وبرضو المرحله اللي الناس اللي بتتصارع ان هي ما تهبطش، ده هنشوف برضو مطوشه ناريه، الاسماعيلي وفاركو وكهرباء اسماعيليه وغزل المحله، كل دي هتبقى مطوشه ناريه. فان شاء الله نستمتع، وان شاء الله تبقوا مع خاله يا حبايب خاله. عايزين كده يا جماعه اشتراك في القناه كده، والتعليقات فين بتاعتكم كده، وتقولوا لي كده بترشحوا مين ان شاء الله يعني انتوا ياخد الدوري، ومين حابين ان هو يبقى في النادي الاهلي لو لا قدر الله يستروب هيتغير. هنشوف مين اللي هيمسك مدير فني، حسام البدري ولا الكابتن عماد النحاس ولا الكابتن علي ماهر، ولا نجيب مدير فني اجنبي تاني يكون على قد الثقه. بس انا بفضل ان هو يكون مدير فني مصري، يكون فاهم اللعيبه، يكون عنده شخصيه كبيره، عنده شخصيه قويه. فان شاء الله عايز تفاعلاتكم كده معايا. انا برضو بقول لكم على التيك توك هتلاقيني ظاهر لكم، على الفيسبوك الصفحه موجوده، على اليوتيوب معاكم، خاله في كل حته، وزي ما بيقول المثل زمان الحل عند خاله. حبايب خاله، نستنوني ان شاء الله في حلقه جديده على قناتنا كوره مع خاله. كل سنه وانتم طيبين.